الناس دي بتعمل سبوبة عليكم، وخلوا الجماعة في الخليج يقولوا علينا كلام صعب جدا. يلا يا جدعان وجبات الخير، اذكروا الله كده. يلا اللي شايف اللايف يخش، يلا بينا. ناس مستنياكم وفي ميزان حسناتك. سيادتك لو مش فاهم ايه اللي بيحصل، فالفترة الأخيرة وبقالنا كده كام شهر، وكان بيحصل قبلها برضو، إن بتيجي ناس تعمل وجبات. وجبات بقى عبارة زي اللي أنت شايفه كده، كيس إطعام أيا كان. طبعا مش بيوزعوا كده لله، لا، هو بيجيب لك الوجبات دي يحطها قدام الكاميرا. مثلا يجيب لك 100 وجبة، يقول لك والله اللي هيبعت لي حق الوجبة دي فأنا هوزعها. فيعمل إيه؟ طبعا ناس كتيرة جدا بتتعاطف على الموضوع ده، وناس من دول الخليج، ناس مثلا مغتربين عايزين يعملوا خير، عايزين يطلعوا الصدقة بتاعتهم. فبيشوفوا الراجل ده، والله خلاص احنا هناخد منك مثلا 20 وجبة، يحول له ثمن ال 20 وجبة، سواء عن طريق المحفظة او عن طريق الهدايا اللي هم بيبعتوها دي في اللايف. طب هل هم بيعملوا كده فعلا لله؟ اقول لك لا. طب هل هم بيعملوا ده كشغل؟ اقول لك يا ريت. بمعنى يعني وارد ان يجي حد مثلا يعمل وجبات يجهزها وتبقى جاهزه على التوزيع، يقول للناس والله اللي هيشتري مني الوجبه دي انا هفرقها لله، او انا معايا وجبات اطعام مثلا حد هيتكفل بيهم ان انا اوزعهم لله. بتحصل، اقول لك ماشي. لكن اللي ينرفزك في الموضوع ده ان الراجل ده مثلا لو بتتحول له 8 100 وجبه، فهو بيفرق مثلا 10 وجبات بس. والكلام ده يا جماعه واضح وفي اللايف وظاهر للناس كلها وواضح لكله. طب الشيء التاني الاصعب بقى كمان، ان هو بيجمع الناس اللي محتاجه الوجبات دي، ويبدا ان هو يتعامل معاهم معامله صعبه، يزعق، يتنرفز، يبدا يقول كلام مش صح ان يقوله الناس جايه مجرد كل اللي عايزاه ان هي حاجه تاكلها. والاصعب بقى من ده كله ان هو كمان بدا يتعصب على الناس اللي بتخش تقول له اللي بتعمله ده غلط. انا مش عارفه، وعماله ابص الكومنتات ايه. مصدقته لضمته. الله اكبر يا جدع، ده الواحد قري يا جدع، جبنا ميه يا جدع من كتر التعب يا جدع، وواخدين علاج وواقفين باسل عشانه. فكك من الناس دي بقى وخليك في اللي احنا فيه. دي كلمه تقول، دي كلمه ربنا يبارك فيك. اللي احنا ولاد المعلمين، وطول عمرنا عندنا ولاد المعلمين. لا، هو كمان شايف ان هو متضايق ان حد بيقول له ان اللي بتعمله ده غلط ومش صح. فهو طبعا بدأ يرد عليه يقول له هو ده جزاتي، هو ده كلمة ربنا يبارك فيك. مع كامل احترامي، ربنا يبارك فيك يا سيدي، ولكن حضرتك عملت ايه؟ حضرتك بدل كمان ما تاخد الفلوس اللي الناس بعتها لك دي تعمل بيها حاجة كويسة او بشكل كويس، سيادتك عملت الحاجة اللي تقل من الناس دي، مش الحاجة اللي تزودهم. وخد بالك الموضوع ده بيزنس والناس ماشية بيه بقالها فترة كبيرة. عايزك ترجع بالزمن بس 4 سنين لورا، هتلاقي اللي كان واقف في عربية كبدة وعامل نفسه بيعمل سندوتشات للناس مقابل اللي الناس بتبعت له فلوس السندوتشات دي، اللي بيعمل حلة عدس ويقول لك انا بوزع على الناس، اللي بيعمل معرفش ايه، وبعد كده تلاقيهم اصحاب عقارات فين؟ في دبي وفي الامارات، واللي عنده عقارات في الخليج. وفجأة تلاقي الناس دي كلها بتعايرك انت. والله العظيم ربنا يزيدهم لو هو رزق حلال، بس انت للأسف انت بتاخد فلوس صدقة بتعمل بيها حاجة تانية خالص، بتعمل بيها حاجات لمصلحتك انت، بتصرف الفلوس اللي الناس بعتها لك عشان ناس تانية تاكل بيها، بتصرفها على نفسك. غير طبعا شكلنا اللي بره. انا عايزك تفتح اصلا تشوف الكومنتات في اللايفات دي، هتلاقي ناس من بره مصر بيقولوا علينا ايه، والناس فاكره ان كل دول ما هم دول المصريين، او ان الناس اللي بتفتح اللايفات بالطريقه دي هم دول المصريين. يا جماعه يا ريت الناس تعرف تفرق ان احنا مش كده. وانزل شوف الشارع هتلاقي اللي بيشتغل واللي بيطلع من صباحيه ربنا على ملاليم. وهنروح بعيد ليه؟ الناس اللي كانوا في اللي حصل على طريق الاسماعيليه، عيال صغيره راح تشتغل على 100 جنيه، 100 جنيه، ولا انهم يفتحوا لايفات. اتمنى يا جماعه ان الصوره اللي الناس واخداها دي تتغير، واتمنى ان شاء الله وزاره الداخليه تتحرك مع الناس دي، لان الناس دي اللي بيعملوه ما يقلش خالص عن الناس اللي بنشوفها كل يوم على صفحه وزاره الداخليه.